اهلا احبتي، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى اموركم احوالكم تكون كلها بخير وعلى خير. واليوم نهار كبير هذا عندي في القناه، واخيرا غنشارك معكم البسطيله ديال الدجاج. ايه شحال وانا تنأجل فيها صافي جا الوقت، اولا بمعنى اصح عاد كتب لي نشاركها معكم. هذه ان شاء الله غادي تكون اول بسطيله غادي ننزلها في القناه من البسطيلات التقليديه المغربيه. كيف راكم عارفين المغرب تبارك الله وصلت عند بالمطبخ المغربي فيه بزاف ديال انواع البسيطلات، اشهر وحده هي هذه ديال الدجاج واللوز اللي غادي نشاركها معكم اليوم. ومن بعد ان شاء الله غادي نشوفوا البسيطلات الاخرين المغربيين بحال البسطيله التطوانيه المسفيويه والبسطيله الرباطيه والانواع الاخرين ديال البسيطلات. ما نحتاجش نشكر لكم فيها ولا نقول لكم هذه راها واعره ولا هذه راها، ما نحتاج، هي هاضر على راسها. هانتوما تشوفوا فيها كي تتجي، وان شاء الله فاش غادي تشوفوا معايا الفيديو غادي تعرفوا اشنو كاين. صافي ما غاديش نكثر معكم الهضره غادي ندوزو مباشره نشوفوا الفيديو ان شاء الله، نشوفوا طريقتها وانتم غادي يوصل لكم الخبر وتعرفوا داكشي اللي مخبيه لكم هاد البسطيله. شم المذاق وبالنا وريحه يا سلام. المهم انا بديت قلت ما غنشكرهاش ولكن ما يمكنش، مستحيل. ايوا يلاه دوزو معايا تشوفوا الطريقه. هنا غادي ناخذ واحد الطنجره كبيره، حيت الا درنا طنجره صغيره ودرنا فيها هذه الكميه ديال البصله تتلصق لنا لتحت وتتشد لينا في الطنجره. هنايا راه عندي الطنجره سخونه، داكشي اش غادي نزيد واحد الكاس ديال الماء باش ما تحرق لياش البصله. هنا عندي تقريبا واحد 4 كيلو ونص ديال البصله البيضاء، غادي نشلض النص ديالها بحال هكا، وغادي نحط الدجاج وغادي نزيد الكميه الاخرى. المهم انا غير باش نحط النص ديال الكميه ونحط فوق منه الدجاج صافي. وغادي نزيد الدجاج اللي مقطع هكا، مقطع غير على 4. هنا عندي واحد 2 دجاجات، غادي ندير واحد 2 عويدات ديال القرفه، وغادي ندير واحد 2 معلقات كبار عامرين مزيان ديال السمن الحلو. هنا الا عندكم السمن الحلو راه هو اللي تيتقن البسطيله تيجيبها مسروعه. الا ما كانش عندكم ديروا واحد معلقه صغيره ديال السمن العادي وكملوا الكميه بالزبده العاديه، واحد 2 معالق كبار حتى 3 عامرين مزيان. البسطيله تتبغي طياب بالسمن والزبده، ما تتبغيش طياب بالزيت، تجي ريحتها فنه. غادي ندير واحد شويه ديال الزعفران، المهم شويه ديال الزعفران، ولكن تتبقى بطبيعه الحال على حسب الجهد ديالكم، شحال ما قدرتوا ديروا ديال الزعفران ديروا، بطبيعه الحال تجي ألذ واحسن. غادي ندير واحد المعلقات ديال الخرقوم، غادي ندير سكينجبير، وغادي ندير قعقله وبسيبيسه اللي مطحونين. قعقله وبسيبيسه هما هادو طحنتهم مزيان، وغادي ندير منهم واحد المعلقه صغيره عامره. غادي نزيد واحد راس معلقه ديال السمن العادي، السمن الحايل اللي تنطيبوا به ديما، غير واحد نص معلقه هكا صغيره. وغادي نزيد واحد نص معلقه صغيره ديال البزار. الا كنتو غادي ديروا غير دجيجه وحده، 4 معلقه صغيره ديال البزار. من الاحسن يكون البزار الابيض. النصيب ديال البسطيله ما تعتمدش على البزار نهائيا، هو تيخصو الزعفران وتيخصو قعقله وبسيبيسه والمسكه الحره اللي غادي نضيفوها من بعد، اما البزار غير شويه صافي. وهنا زدت الكميه الاخرى اللي باقا ليا ديال البصله، وغادي نغطيها ونخليها طيب. المعدنوس راه ما نسيتوش، ولكن البسطيله اللي على حقها والطريقه ديال الدجاج ما تحتاجش المعدنوس في النصيب ديالها. البسطيله ديال المعدنوس هذيك وحده اخرى ديال البيض ومعدنوس، هذيك بوحدها، ماشي هي هذه ديال الدجاج. المهم خليناها غادي طيب، ودزنا باش نقليو اللوز. هنا اللوز عندي واحد الكيلو ديال اللوز، بالنسبه للقياس اللي عندي ديال البسطيله الحجم الكبير 2 دجاجات، فخصنا ليه كيلو ديال اللوز. كنتو غادي ديروا غير دجيجه فديروا نص كيلو ديال اللوز. بالاكيد غادي نديروا يطيب في الزيت بارد هكا باش يطيب ليا ويتقرمش ليا اللوز مزيان. نتوما راك عارفين اللوز ديال البسطيله خاصو يجي مقرمش باش تجي هي هذيك، تجي اللوز يكون مقرمش ومعلك. الا كان اللوز ما فيهش ديك القرمشه ضيعنا البسطيله. فداك الشيء اش نردوا البال هذه نقطه مهمه جدا في البسطيله، نديروها اللوز يطيب في الزيت هكا بارد،
وعاد نشعلوا البوطه ونخليوه ياخذ وقته باش يتقرمش لينا مزيان من الداخل، نقصوا العافيه، ما نديروش العافيه مجهده، ونخليوه يتقرمش لينا مزيان. راه ماشي بالضروره يولي حمر باش نعرفوه راه هو تقرمش، حيت ممكن يتخطف بالعافيه وياخذ ديك اللون هكا مخطوف وحنا صحابنا راه مقرمش هو راه تيكون لوي من الداخل. فخاصو اهم حاجه يكون دوز واحد الوقت نيت هو تيطيب في الزيت باش يتقرمش مزيان، باش ما نضيعوش لينا البسطيله. غادي نضربوا كلشي في الزيرو الا حطينا ديك اللوز ديال البسطيله ما كانش مقرمش وجا لاوي. صافي الاكيد غادي نخليه يبرد، عاد غادي نطحنو. هنايا مره تنضرب طليله على الطنجره ديال الدجاج، راكم عارفين قلت لكم عندي كميه كبيره ديال البصله، والا غفلت عليها راه ممكن تشد ليا البصله في القاع ديال الطنجره، فخاصني كل شويه نرد ليها البال ونحركها بحال هكا على ما يطيب الدجاج. هنايا الطنجره ديالي راه باقي خاصها ليدم، ولكن راه ما غاديش نزيدوا لها دابا حتى من بعد. المهم خليكم معايا وكملوا الفيديو هكا ما تبقاوش دوزوا باش تعرفوا كل شيء والديتاي كامل ديال البسطيله وكيفاش نحصلوا على ديك العقده اللي زوينه. هنا عاد غادي نخلي الدجاج يطيب على خاطرو، العافيه تكون مهيله باش ديك الدجاج يطيب مزيان ويتشرب ليا ديك التوابل وديك النكهات مزيان هكا يتنكه ديك الدجاج. صافي هنايا راه طاب الدجاج، غادي نحيدو هكا ونخلي البصله تكمل الطياب ديالها. هنايا هاد المرحله راه تقريبا غير الثلث ديال الطياب ديال البسطيله فاش يطيب لينا الدجاج. الخدمه الكبيره والطياب ديال البسطيله هو اللي غادي يتبع هاد البصله مسكينه. المهم غادي نحيدو الدجاج، غادي نحاولوا نهزو غير الحيمه هكا ونحيدو ديك البصيله كامله نردوها في الطنجره، نخليوه تيبرد الاكيد وغادي نبداو نقطعوا. الطريقه راكم عارفين، غادي نحيدو ديك الهبيره على العظيمات من بعد ما برد مزيان، وغادي نفتو مزيان وغادي نقطعو هكا بالموس. في العاده تنقطعو غير بيدينا، ولكن انا تيعجبني هكا نفتو بالموس، نقطعو بالموس باش يجيني قطع صغيره، باش منين تنخلطهم مع البصله كلهم تيعطيوني بحال الشكل ديال العقده. ما تنبقاش هكا ناكل في البسطيله ونهز طروفه كبار ديال الدجاج ولا لا. ومن تنهزو مع اللوز ما تيبقاش باين الدجاج مع العقده مع اللوز، يجي داكشي مناغم وزوين. المهم مشهيتكم. صافي هنايا البصله غادي تبدا مسكينه المسيره ديالها في الطياب. هنا البصله عاد غادي تقول بسم الله، من حيدنا الدجاج عاد تقول مسكينه بسم الله في الطياب. غادي نخلي العافيه مهيله، غادي نزيد البصله واحد الحبيبات ديال المسكه الحره بحال هكا من غير المذاق ديالها، حيت راه المسكه عندها دور في التعليكه ديال الحاجه اللي تضاف ليها. قلت لكم في الاول بان البصله باقي خاصها ليدام، باقي غادي نزيدوا لها الزيت باش طيب، فغادي نزيدوا لها الزيت اللي قلينا فيه اللوز. هذاك الزيت اللي قلينا فيه اللوز من بعد ما حيدنا اللوز غادي نخليوه على جنب، وغادي نزيدوا منه واحد الكميه دابا اللي غادي يطيب فيها البصله، حيت ديك الكميه ديال الزبده اولا ديك السمن الحلو اللي درنا في الاول راه ما كافياش. وغادي نخليها تعقد مزيان حتى توقف في ديك الزويته. هنا راه رجعت للدجاج عاوتاني تنكمل التفتات ديالو. شوفوا الشكل ديالو، راه خليته قطع صغيره، راه باين انه خليته قطع صغيره، ما تيبقى باين الفخذ من الصدر، كله تنفرتو فريتات. وغادي نرجع للوز. المهم غادي تشوفوا اللوز هكا تندقدقوه بالمهرز، غادي تقولوا درتو بسطيله تقليديه بالمهرز ديال شحال هادي. لا نقول لكم راه حيت خسرت لينا الطحانه وصافي. فبزز منا مشينا للطريقه التقليديه ودوزناه في المهرز. المهم دوزتو في المهرز اولا دوزتو في الماكينه، تتبقى النتيجه وحده، اننا نحصلوا على اللوز اللي يكون بحال هكا. واحد الكميه فيه تتكون مطحونه شويه اكثر، واحد الكميه فيه تتكون شويه مهرمشه باش تتعلك، لان الا خليناه كامل غير مفرشش هكا ما تيتعلكش لينا مع السكر. فخص واحد الكميه اللي تفرشش فيه اكثر باش هكا منين يطيب مع السكر تيتعلك وتيعطينا العقده ديال تيجي بحال العقده. نتمنى يكون الشرح وصل لكم مزيان وفهمتوا مزيان داكشي اللي بغيت نقول. المهم اللوز هكا خصنا نحصلوا عليه بحال هكا كيف تشوفوا انتم، راه كاينه واحد الكميه مهرمشه باينه والكميه الاخرى راها ناعمه اكثر اولا مطحونه اكثر. نتوما عينكم ويديكم في اللوز والدجاج وتضربوا طليله على البصله راه كل شويه خاصكم تبقاو تحركوا فيها، وغادي توصل لواحد المرحله. هنايا راه مازال خليتها تطيب بوحدها، يعني تنغطيها ونخليها تطيب بوحدها. غادي نوصل لواحد المرحله انني ما خاصنيش نحبس عليها التحراك، الا حبست عليها التحراك
غادي تشد. هنا راه مازال تنطل ونرجع نحركها ونرجع. كيف قلت لكم فمن الاحسن نصيب نديرو هكا فشي طنجره كبيره ومتسعه باش منين نهزو الدجاج البصله غادي تشد لينا الوقت في الطياب وغادي تبغي طيب شي حاجه هكا متسعه باش ما تشدش لينا وتلصق لينا وتخضرنا. هنا عندي ديك الكميه ديال اللوز غادي نزيد ليها واحد 350 غرام تقريبا ديال السكر سنيده، شويه ديال القرفه، واحد المعلقه هكا، معلقه كبيره ما عمراش مزيان، اولا غير نص معلقه كبيره ديال القرفه. من الاحسن تكون عاد مدقوقه وتكون بلديه تكون ريحتها زوينه. وغادي نزيد واحد 2 معلقات ديال الزهر، ويكون الزهر مقطر مزيان باش نضيفو غير 2 معلقات ويعطيني نتيجه ويعطيني ريحه زوينه. راه كاين شي ما زهر نخوي القرعه كامله وما تعطينيش الريحه، هذاك ما كاينلاش نستعملوه، غادي غير يضيع علينا القرمشه ديال اللوز. خاصنا شي ما زهر اللي نضيفو منه غير شويه وتعطينا الريحه مزيان، وما نضيفش منه بزاف باش من اللوز ما يبردش وما يفزكش وما يفقدش القرمشه. غادي ندير 2 معلقات وفوق من السكر، ما غاديش نديرو فوق من اللوز باش ما يفزكوش. صافي هنا غادي نخلطو مزيان، وانا احسن حاجه غادي نخلط بها هي يدي. غادي نمعكو مزيان ديك اللوز، نمعكو مع السكر باش يندمج ليا كلشي، باش ملي غادي يدخل يطيب غادي يذوب ديك السكر وهو اللي غادي يجمع ليا اللوز ويعطيني ديك العقده. واللوز هنا غادي يبقى محافظ على القرمشه ديالو، غادي تبقاو تاكلوه وانتم تحسوا باللوز تقرمش بين سنانكم ومعلك وريحته غزاله بالمزهر. ما غاديش نضيفوا المسكه الحره ببركه غير في البصله. شوفوا هنايا وصلت ديك المرحله اللي قلت لكم. هنايا ماما الله يطول عمرها ويعطيها الصحه حتى هي اللي غادي تقبل ليا البصله. هنايا غادي تشدها وغادي تبقى تحرك فيها، ما غاديش تغفل عليها. في هذه المرحله هذه ممنوع تغفلوا على البصله، غادي ديروا عافيه مهيله وشي حاجه ديال الخشب بحال هكا وتبداو تخدموا حتى تطيب لينا البصله وتتولي حمراء معسله وتتفصل لينا على الزيت. عاد تنعرفوا بان البصله راها طابت ووجدات. هنا الاكيد كيف شفتوا معايا راه ما تنديروش البيض. البسطيله اللي على حقها وطريقها وديال الدجاج ما فيها لا بيض لا معدنوس لا سكر. هكا التعسل ديال البصله بلا سكر، تتعسل راسها براسها بديك الطريقه ديال المسكه الحره، تزيد هذيك التعليكه وتتعسل هكا وتتوقف. البسطيله اللي تنديروا فيها البيض والمعدنوس راه هي البسطيله ديال الحمام، اللي هي البسطيله الفاسيه ديال الحمام، هي اللي تنديروا فيها المعدنوس والبيض. هنا مؤخرا تعوض الحمام بالدجاج، اما هي البسطيله اللي تنديروا فيها البيض والمعدنوس راه تتكون بالحمام ماشي بالدجاج. البسطيله ديال الدجاج هي هذه اللي ما تنديروش فيها المعدنوس، ما تنديروش فيها السكر، ما تنديروش فيها البيض. ان شاء الله مره اخرى غادي نشارك معكم البسطيله الفاسيه ديال الحمام اللي تتكون فيها البيض والمعدنوس، وغادي تشوفوا الطريقه ديالها بالتفصيل معايا ان شاء الله في القناه الى كتب بطبيعه الحال. صافي تنبقى خدامه نحرك في ديك البصله. شوفوا الشكل ديالها كي تيولي، وتنزيد راه الا ما شفتش الزيت بدا تيتبقبق بدا تيغلى بوحدو معزول، ما غاديش نحبس وما غاديش نعرف بان البصله راها وجدات. ها انتم لاحظوا معايا راه واحد الوقيته الزيت تيتعزل وتيبقى يغلي بوحدو. هنا تنعرف بان صافي البصله راها تعسلات ووجدات ووصلت للحد ديالها. هكا الا ما حصلتيش على هذه النتيجه هذه بلا ما تكملي الطريقه، بلا ما تخلطيه مع الدجاج، غير سيري رجعي البصله الفوق من البوطه ونقصي عليها البوطه وخليها تكمل التعسل ديالها باش توقف نيت على حقها وطريقه. شفتوا هكا خاصها تكون تتولي تقريبا تتهزيها راه بحال تتهزي شي حاجه معسله بحال التفايه. هي راه ما فيهاش نقطه ديال العسل ولا نقطه ديال السكر. راه البسطيله ديال الدجاج ديالها اولا البصله ديالها ما تكونش فيه ولا نقطه ديال العسل ولا نقطه ديال السكر. وحتى في البسطيله الاخرين، حتى في البسطيله اللي تنديروها بالحمام اللي فيها البيض والمعدنوس، راه حتى هي الدجاج ديالها ما تيطيبش بالسكر وحتى هي الدجاج ديالها ما تيطيبش بالعسل. هذيك راه غير اضافه دارت باش داكشي يجي معلك وحلو وكلشي. صافي دابا غادي نخلطوا هذيك البصله مع الدجاج. هنا غادي نزيد الكميه كلها ديال البصله اللي عندي على الدجاج وغادي نحركها بحال هكا مزيان، نخلطها مزيان. وحتى هنايا راه غادي نحط ديك المغرفه وغادي نخدم بيدي باش نحس بكلشي يندمج وباش نخلي كلشي يندمج ويجي داكشي هو هذا. هنا طيبت شويه ديال الزبده، خديت كميه ديال الزبده وطيبتها
حتى ولات بورنوازيت اولا ديك الحليب اللي فيها طاب، بقات غير زبيده هكا خدات ديك اللون وخدات ديك النكهه ديال البورنوازيت، هي اللي غادي نجمع بها البسطيله باش غادي ديك المذاق ديالها غادي كامل ليا المذاقات الاخرى اللي عندي. هنا غادي ناخذ الاكيد الصينيه اللي غادي تدخل الفران، غادي نفرش فيها الورقه. بهذه الطريقه راها باينه وتبارك الله، راه كلشي تيعرف كيفاش تجمع البسطيله، ولكن المهم انا غادي نشارك معكم طريقه هنايا، غادي نشارك معكم طريقه مبسطه ديال باستعمال جوج ديال الصينيات باش نقدر نقلبها ونطوي من الجهه الاخرى تجيني سهله. المهم هنا تناخذ واحد الكميه ديال الورقه ديال البسطيله بحال هكا، تنطوي تنرش بالزويته وبديك الزبيده اللي ذوبت بحال هكا بالزيت والزبده، وغادي ندير نصف الكميه ديال الدجاج اللي عندي مع البصله. غادي ندير فرشه واحده اخرى اولا ورقه واحده اخرى ديال البسطيله اللي حتى هي غادي ندهنها مزيان بالزبده، وغادي ندير الكميه ديال اللوز كلها اللي عندي. غادي نبرك على اللوز، نبرك عليه هكا بيدي باش يولي طبقه باش يتجمع، غادي نبرك عليه هكا بيدي مزيان. عاد غادي نضيف ورقه واحده اخرى ديال البسطيله. هذه هي الجمع ديال البسطيله ديال شحال هذه التقليديه. دابا حتى شي حد ما بقات يدير الورقه ما بين الطبقات، ولكن هذه هي الطريقه التجميع ديالها التقليدي. كنا تنديروا الورقه ما بين طبقه وطبقه ديال العماره ديال البسطيله. غادي نسقيها الاكيد مزيان بالزبده والزيت، وغادي نضيف نصف الكميه الاخر اللي بقى ليا ديال الدجاج مع البصله بحال هكا صافي. وغادي نجمع الجناب وفي نفس الوقت ندهنهم بديك الزبيده مزيان. نسيت ما قلت لكم واحد الملاحظه مهمه جدا غادي تكونوا لاحظتوها في الاول وسالتوا عليها في الاول، وهي الدجاج انا حطيته مباشره بلا ما نشرملو، ولكن الاكيد الا عندكم الوقت وشرملتوه في ديك العطريه على اتساع وخليتوه يشربها مزيان عاد تنصبوه غادي يكون احسن واحسن. انا راه ما كانش عندي الوقت ما شرملتوش من قبل، ولكن بما انا واخده وقته في الطياب وتشرب مزيان راه جا هو هذاك. غادي نفرش الورقه بحال هكا وما نلمطهاش، نخليهم خارجين باش غادي نقلبها في صينيه واحده اخرى ديال الفران. هانتوما غادي تشوفوا بحال هكا غادي باش تجيني ساهله، لان الا كانت عندك الورقه بحال اللي عندي انايا الورقه هنا تتقطع، الا جيت نهز البسطيله ونلمط من التحت غادي تقطع لي الورقه. وهاد الطريقه مزيانه بزاف الا كانت عندك الورقه بحال هكا تتقطع دغيا، وفي نفس الوقت الا كنتي مبتدئه او مطيله هاد الطريقه غادي تجيك ساهله ماهله تجمعيها بعينك مغمضين بحال شي وحده محترفه. وغادي تبداي تجمعي صافي بهاد الطريقه هذه ساهله، وترديها عاوتاني في الصينيه اللي جمعتي في الاول صافي. هانتوما شوفوا كي تيجي الوجه ديالها، تتجي من داكشي الرفيع هكا تتجي مستوى واحد ومقاده ومصيبه ملمطه مجموعه واعره. غادي نرشها مزيان بديك الزبده والزيت اللي بقى ليا، وغادي ندخلها للفران. هنا الفران غادي يكون شاعل في الاول غير من التحت واحد شويه على ما تشمع، عاد غادي نشعلها من الفوق. هنا غير هو الطياب ديال البسطيله ملي تكون تطيب من الاحسن الصينيه اللي عاونت باش طويت فيها غادي نحطها في الوجه باش ما ديك الورقه ما تطلعش ليا ما تهش. هذيك غادي يخليها تبقى الورقه غادي طيب وتشد في راسها وهي ناعسه وهي مسطحه. نتمنى تكونوا فهمتوا. بزاف المرات تنخشيو البسطيله طيب وديك الورقه الفوقانيه تطلع علينا مع الصهد ومع السخونه تطلع، باش تبقى هكذاك مجبده ومسرحه تنتقلوها بشي حاجه باش تشمع وتاخذ ديك الشكل. عاد نحيدوا داكشي اللي درنا من الفوق وغادي يتحمر الوجه. العافيه تتكون متوسطه باش الطياب يدخل البسطيله لداخل وداكشي اللي عندنا لداخل اللي يتعلق الخبر في راسكم. المهم الا كان عندك شي فران ديال الحومه تيتقن الطياب ديال البسطيله فاحسن واحسن صيفطيها ليه وتهناي. ما كانش فبالخاطر هكا غادي تشعلي الفران عافيه تكون مهيله وغادي تبداي طيبي فيها هكا على المهل وتدوري فيها من لهنا ومن لهنا حتى تاخذ وقتها في الطياب وتحمر مزيان وخرجيها. ما كاين حتى شي مشكل. هاد الشهيوه تنديروها مره في شحال فما كاين باس نعطيوها الخاطر ونطيبوها على حقها وطريقها باش تجينا شي حاجه ديال القلب وهكا ديال تحميره الوجه. صافي البسيطيله هنا طابت وتحمرات وجات كيف ما بغينا. هنا شوفوا ديك التعليكه اللي تتبان في الجناب راه ماشي حرق، هذيك راه غير البصله والدجاج زادوا تعلكوا طابوا. الا ما بغيتوهمش يوصلوا لهاد الدرجه ديال التحمر وديال التعلاك زيدوا ورقه واحده اخرى من التحت ديال البسطيله، حتى انايا راه ما كثرتش في البسطيله ما كثرتش فيها الورقه فلتحت ما فرشتش ليها بزاف الورقه.
هنا غادي نزينها انا بالطريقه التقليديه الاولى، السكر كلاصي على الوجه كامل، و غادي نزوقها بالقرفه، هكا قرفه بلديه مدقوقه على اليد، تكون هكا مطحونه مزيان ومغربله، باش هكا نقدر ندير بها خطيطات هكا رقيقين وتعطيني ديك التزيين التقليدي المغربي اللي تيبقى من مميزات هكا البسيطلات المغربيه التقليديه. والتقطع ديالها تيجي بحال هكا، شوفوا التقطع ديالها تيجي زوين ومقاد، حيت ديك الدجاج قطعناه طريفات صغار فما تيعذبناش في التقطاع. الورقه الا ما كانش طايبه مزيان هذاك تتبقى تخسر لينا في التقطاع ديالها. الا احترمنا ديك القواعد وداك الشيء اللي قلت لكم بالضبط في الفيديو، حتى من التقطاع ديال البصيله تيجيكم زوين، تيجيكم مقاد، والورقه تتقطع مزيان، حيت انها شبعانه زبده وزيت، وشبعانه طيب وطيبه مزيان ومقرمشه مزيان، وما كاينينش طراف كبار ديال الدجاج اللي تيخليو البصيله تفرتت. هذه بسطيله وحده من البساط المغربيه التقليديه، ان شاء الله نشارك معكم كل مره بسيطله في شكل او لا نوع في شكل، سواء المحمضه او الحلوه، انهما حتى هما عندهم حقهم في الذوق الرفيع ديال المطبخ المغربي التقليدي. وبهكا غادي يكون سالي الفيديو ديالنا، حتى نشوفكم ان شاء الله في فيديو ماجي. من هنا لتما خليت لكم من هنا اللي ما يفنى. شكرا وبسلامه.